Audio Jungle. هنا قصة إحدى الأساطير العراقية المعروفة باسم ملك الجن العراقي. في أعماق صحراء العراق الشاسعة تعيش قبيلة قديمة من الجن تعرف باسم العراقيين. وفي هذه القبيلة كان هناك جن يدعى مالك، الذي كان يتمتع بسلطة وقوة هائلة. كان مالك يحكم جميع الجن في العراق ويعتبرهم تحت سلطته. ومع ذلك كان هناك أحد جن آخر يدعى رشيد، كان يتطلع إلى السيطرة على العراق والجن فيه. قرر رشيد أن ينقض على مالك ويحاول الاستيلاء على السلطة. دارت معارك شرسة بين مالك ورشيد وقدراتهما الخارقة. استخدم كل منهما السحر والقوة الجنية في محاولة للفوز بالصراع. استمرت المعركة لسنوات عديدة، ولكن مالك كان يظل على رأس الجن العراقيين. في النهاية، بعد معارك طويلة وشرسة، تمكن مالك من هزيمة رشيد وتطرده من العراق. استعاد مالك السلطة والتفوق على الجن الآخرين. منذ ذلك الحين، أصبح مالك ملك الجن العراقيين الرسمي، وظل يحكم العراق بقوة وحكم حكيم حتى يومنا هذا، ولم يعد هناك أي تهديد يشكل تحديا حقيقيا لسلطته. هذه قصة قصيرة لإحدى الأساطير العراقية، تظهر الصراع بين الجن والسلطة والقوة في عالم الخيال. يجدر بالذكر أن هذه القصة هي مجرد خيال وليست قائمة على حقائق تاريخية. أشكركم جميعا على مشاهدتكم الفيديو ومتابعتكم للقناة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى واستفدتم منه. إذا كنتم تروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون في متابعة المزيد من المحتوى المثير والمفيد، فننصحكم بالاشتراك في القناة.